والطالبات لا ما نصفروا ولا ما نصفقوا. ياك الطلبه تكفي تحيه الطالب كما قلت يرفع الطالب بالشعار ديالو ورفع شعارات الانتصار. ياك لا داعي لنا نبقاو نصفقوا ونبقاو نصفروا، لا داعي. فعلا الطالب تفاعلنا مع الكلام ديالو، هذا الصفاق ولا هذا الصفاق كيدل على اننا تفاعلنا مع كلام الطالب. ايه مزيان، ولكن مزيان راه الطلبه الشارع بلا ما نبقاو ياك. لان دابا الطلبه راه ماشي الطلبه اللي حنا كاينين مع ناس اخرين ياك. كاين اللي ماشي فهمت هاد الامور هذه بلا ما نبقاو نشاهدوا. اذا ياك الطلبه باش نختموا الكلام ديالنا وباش ما نفقدوش الطاقه ديالنا هنا، وصلنا مره بها على اساس نطرقوا باب البشويه. الان حنا نسجلوا الموقف ديالنا ومعنا ناس هنايا كينتميو للجرائد ينصروا بان الطلبه ديال سيدي يحيى الغرب خداو اشكال حضاريه وبكل سلميه وبكل حضاره، وجاو الان عند ما يسمون انفسهم مسؤولي المدينه. نحن الان نطرق بابهم من اجل ايش؟ من اجل مشكل النقل كما رفع في اللافته. نحن طلبه سيدي يحيى الغرب نطالب بحل مشكل النقل، ليس هناك مشكل اخر عندنا، مشكل النقل. اش كنطالبوا الطلبه والطالبات الان هنا مازال هاد الساعه لحد الان ما شفنا شي حاجه جديده، فقط تفعيل المتفق عليه. انا ذاك عاد يمكن لينا نشوفوا شي حاجه اخرى اللي متفق عليه. ياك 3 كيران في الصباح 3 في العشيه وجوج في المنتصف. ياك هادو رغم التكدس ديال الطلبه فيهم ورغم الاعداد الباهظه ديال الطلبه اللي تمشي في الكيران، الا ان الطلبه صابرين كيمشيو الثمن ديالهم معروف، الا ان الاضطهاد اللي تعرضوا ليه الطلبه في المحطه لا من عند الشافريه ولا من عند الكريسوله ولا من عند الجميع، رغم ذلك الطلبه صابرين. الا انها الطلبه والطالبات مؤخرا استفحل الوضع وخصوصا في الاسبوع الاخير عندما تصل الطالبه او الطالب للدار ديالو حتى 9 العصر. ويوم امس ليس ببعيد ان الطلبه والطالبات وصلوا حتى 12 الليل. فهنا يعني انما للصبر حدود كما قالت ام كلثوم، انما للصبر حدود. الطلبه الان جاو اللي خلاهم هذا النهار هذا من 7 ديال الصباح وهما واقفين جاو وما لقاوش الكيران. طالبه ياك طالبه وانهم جاو الصباح وما لقاوش الكيران. ياك اذا ملي كنجيو ما كنلقاش كار مع 7:15 فلا يبقى امامي سوى وسيله واحده الا وهي الاحتجاج الطلبه والطالبات. من اكيد كما يعني كيتشوفوا دابا الطلبه والطالبات وكما مشينا عليه من الصباح احتجاجات حضاريه ديال الطلبه ديال سيدي يحيى الغرب وبكل سلميه وطرق باب المسؤولين يعني بصفه جماعيه حتى لا نذهب الى انفراده. هم الطلبه ديال سيدي يحيى الغرب كاملين حاضرين عندكم واحد طالبه جاو على اساس يقولوا لكم ها المشكل ديالنا. ياك اذا حنايا الاساس اللي جينا حنا وصلناه، الاساس هما يتحركوا مرحبا، ما تحركوش فمن طبيعه الحال الوضعيه ستزداد تأزما. نرجو ان تكون لهم اذانا تسمع، وارجو ان لا تكون لديهم اذانا صماء حتى يعني يتكرر ما فات. اذا الطلبه والطالبات الان نحاولوا نستمروا في الشكل ديالنا ونختموه في المكان اللي قلنا غادي نختموه فيه على اساس